شايفة إن أنت حاليًا ممكن تكون متهم في شيء، أو في بعض الأشخاص عايزين يحطوك في اتهامات عشان تثير جدل كبير، لكن للأسف أنت ممكن إن أنت تتراجع علشان أنت محطوط دلوقتي في طاقة سلبية. أنا عايزاك إنك ما تفقدش السيطرة على الأمور علشان بس ما يكونش في إرادة سلبية عندك. الفترة اللي جاية دي أنت في عندك فرصة، في عندك كمان إن أنت لو ما استغلتش الفرصة دي أنت هتفقد السلطة، أو ممكن كمان تخسر في معركة قضائية. أنا عايزاك إن أنت تفتح عينك لكل شيء بيحصل حواليك، لأن في عندك أفراح حلوة كتير، في إيجابيات، في فرص لازم إنك تستغلها صح. أنت مقبل على حياة إيجابية مطلقة بإشراق. شايفة كمان إن أنت عندك أعياد، احتفالات، دعوات حلوة كتير، لكن خلي بالك علشان في أشخاص حواليك مش بيدعموك خالص ومش بيحبوك بمعنى أصح. الأشخاص دول أشخاص بجد من جواهم حقودين، الناس دي غيرانة منك كتير. شايفة كمان ان الناس دي عاملين لك سحر، هم عايزينك ان انت تقع بأي طريقة، فبلاش ان انت ترمي ودانك للقيل والقال، ولازم ان انت تنتبه كويس جدا لكل شيء بيحصل حواليك، لان الفترة اللي جاية لازم ان انت تفوق وتبقى مفتح عينك لكل شخص في حياتك. في عندك تغيرات كتير هتحصل، في تغيرات وهتكون تغيرات سعيدة. شايفة ان انت دلوقتي ممكن تكون بتعالج مشكلة لعلاقة عاطفية كانت عالقة الفترة اللي فاتت، يعني كان فيها رفض، امتناع، فانت بتعالج المشكلة دي. شايفة كمان ان انت عندك رغبة بالارتباط، هي رومانسية هتخيم على كل علاقاتك. عايزة اقولك ان انت الفترة اللي فاتت كان عندك ان صعوبة في التعامل مع بعض افراد العائلة، لكن في بعض الاشخاص بيقوموا بكل وسعهم علشان يرضوك، لكن انت من طبعك عنيد، لكن بتسامح بسرعة. شايفة ان انت تعرضت لإساءة، ممكن تكون اتعرضت لإساءة من شريك الحبيب، من شخص. فانا مش عايزاك ان انت تفكر كتير، ما تفكرش كتير في الماضي، ما تفكرش في الإساءات والكلام الكتير اللي حصل معاك قبل كده. انا عايزاك ان انت تفكر في اللي جاي واللي هيحصل معاك، لان ان شاء الله الفترة اللي جاية دي انت لو مفتحتش عينك مش هتقدر ان انت تستفاد منها خالص. لازم ان انت تستفاد من كل فرصة بتجيلك. انت عندك حظ مادي بيتوفر ليك، في افراح حلوة كتير هتحصل معاك الفترة اللي جاية ان شاء الله. شايفة ان انت الفترة اللي فاتت كان عندك مفاجأة، لكن كانت مفاجأة مزعجة. ممكن تكون المفاجأة دي ان انت اكتشفت حقيقة، والحقيقة دي كانت مطابقة لتوقعاتك انت. شايفة ان انت كنت عارف ان في شخص هيغدر بيك، هيخونك، كنت شاكك في شخص، فشايفة ان ده حصل معاك. عايزة اقولك ان انت تركز، ركز بقى على اهدافك، لان خلاص انت اهدافك واضحة جدا معاك، والحظوظ الكبيرة جايالك علشان تحقق كل شيء انت نفسك فيه. الفترة اللي جاية دي في تعزيز في حيويتك، في حظ، في انفتاح، فرص سعيدة، حواجز كتير جدا وعوائق، لكن انت هتقدر تتخطاها. في بعض الأشخاص اللي بيقفوا ليك بالمرصاد، لكن انت ممتلئ حماس وجراءة، علشان في تحدي لكل ما يعيق تقدمك. يعني كأن في قوة هتسكنك علشان تعالج المشاكل اليومية بدون أي تردد. عايزة أقولك إن أنت شخص موهوب كتير، موهبتك كمان بتكون في ضبط الأوضاع المهنية، وبتقدر إن أنت تديرها صح وتوظفها كمان بشكل ناجح. شايفة إن أنت بتزداد تألقك وبشكل ممتاز، بتحقق نجاح عمل إبداعي وخلاق. الفترة اللي جاية دي أنت شخص مميز كتير،
فلازم بس ان انت تاخد نفسك، يعني تاخد هدنة وتستريح علشان طاقتك ترجع لك تاني. وحاول ان انت تراجع حساباتك، واهتم بعلاقاتك العائلية، وحاول ان انت متتصرفش بانفعالات علشان تقدر تجتاز الفترة دي. شايفة ان الفترة اللي جاية ان شاء الله في نجاح كبير هيدفعك للشهرة. في بعض الاشخاص اللي عرقلوا حياتك، الاشخاص دول انت هتجبرهم ان هما يبعدوا عنك، لان بجد هم هيواجهوا خسارة كبيرة، هيواجهوا خسارة كبيرة بسبب بس ان هم حاولوا ان يقفوا قدامك او يقفوا في طريقك او يعرقلوا حياتك. انت شخص عندك ابراز كفاءة هتكون عالية جدا، وهيكون عندك طاقة كبيرة، وده هيساعدك كتير علشان تحقق اهدافك بسعادة كلية. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة جيدة ان شاء الله عليك، فترة تعويض وتحرر من الضغوطات الكبيرة اللي كانت محوطاك الفترة اللي فاتت. شايفة ان في الماضي بيدور وراك، بينكش وراك، الماضي عايز يرجع ليك، او ممكن يكون بيراقبك. المهم ان في شخص هنا بيراقبك، الشخص ده عايز يعرف عنك كل شيء، لكن ما عندوش الجرأة ان هو يقف قدامك. الشخص ده ممكن يكون بيراقبك من بعيد لبعيد. شايفة كمان ان انت بدأت تأسس مشروع جديد، او ممكن يكون في عندك اهداف، فهتلاقي النتائج جميلة. انت صبرت كتير وكان عندك ليونة في التعامل، لكن انت اكتشفت خدعة انت تعرضت ليها، او ممكن تكون خيانة، انت اتخنت كمان من شخص انت اديتله الثقة، كنت واثق فيه كتير، وما كنتش متخيل ان الشخص اللي انت واثق فيه ده او اللي انت مديله الثقة الزيادة دي هو اللي يخونك. لكن عايزة اقولك ان انت اكتشفت وجوه كتير على حقيقتها، واكتشفت الخدعة اخيرا. ففي عندك تحرر في ان انت تتخلص من كل شيء كان مسبب ليك قلق. شايفة ان انت دلوقتي داخل فترة من التعويض، داخل فترة من الترميم، وهيرجع ليك الحظ تاني علشان يبشرك. وان شاء الله انت عندك بشرة حلوة كتير، البشرة دي بربح مادي او كسب قضية، وهتبشر كمان بكل شيء بيخليك ان انت تتواصل مع عدة ناس مختلفين. الناس دي هتساعدك على تحقيق حلم انت كنت بتحلم بيه بقالك فترة كبيرة وكان نفسك تحققه، او ان انت تنجز مشروع، والمشروع ده هيغير حياتك وهينقلك لمكان تاني خالص، يعني هينقلك لموقع جديد. انت عانيت كتير، عانيت من بعض الاشخاص اللي كانوا هم بالنسبة لك وفي حياتك. شايفة كمان ان انت لازم حافظ على هدوءك واتزانك في كل الظروف، حتى لو واجهت بعض الكلمات الجارحة من حد، بلاش ان انت ترد، لان الفترة اللي جاية هتتسم حياتك العاطفية بعذوبة. في عندك ان انت تتخلص من علاقات كمان سطحية انت ما كنتش حاببها، يعني هتتخلص مع اشياء كانت مخلياك ان انت تتراجع. انت بحاجة دلوقتي لشخص يطبطب عليك، ياخدك في حضنه، لحد بجد يحبك من قلبه. محتاج كمان لشخص مختلف خالص عن الاشخاص اللي انت عرفتهم في الماضي. انت عايز تبني مستقبل لنفسك، وعايز كمان السلام يرجع لحياتك تاني. ان شاء الله الفترة اللي جاية دي في عندك احداث تجديد، تطوير في حياتك، في رغبة قوية جدا ان انت تنجح، في عندك كمان استقرار،
سواء كان استقرار في حياتك العاطفية أو في استقرار في مشاريعك المهنية، وعندك حماس وقناعة، وهيجيلك الدعم كمان حتى لو انت مريت بصعوبات كتير. ان شاء الله انت هتنتهي من هموم كبيرة الفترة اللي جاية دي، وأعمالك هتتخذ حجم كبير جدا، وبالأخص لو كنت بتشتغل في الخارج. في عندك تحقيق عرض، أو في جايلك عرض أو اقتراح مهم. استغنى عن كل شيء هو سطحي بالنسبة لك، لأن انت هتجيلك عروض حلوة وقوية كتير وهتفيدك، وأفكار جيدة انت تقدر انك توظفها صح. انت منتظر اتصال، منتظر رسالة. الرسالة دي هتجيلك الفترة اللي جاية، لكن الرسالة دي هتكون مهمة جدا جدا ليك، وحاول ان انت تتعامل معاها بجدية مطلقة. شايفة ان انت جايلك حظ، جايلك افراح، وهيكون حكمك على الامور ممتاز. شايفة كمان ان انت تتخذ قرار حكيم، وهتقدر ان انت توظف مهاراتك، لان انت مايل اكتر الفترة دي للاستقرار في عملك، وهتكون سعيد جدا بكل شيء بيحصل حواليك وكل شيء انت بتعمله، لان انت بدأت انك تغربل ناس كتير جدا من حياتك، وبدأت ان انت تفتح عينك وتشوف الحياة وتشوف الاشخاص على حقيقتهم. حذر بس من ان كان في بعض الاشخاص عندك، او ممكن يكون في حاليا اشخاص طمعانين فيك بيستغلوك. الاشخاص دول خذلوك، كانوا معيشينك على طول في تناقضات، لكن ان شاء الله انت هيكون في عندك غربلة اشخاص. ممكن يكون صديق، شخص مقرب منك. المهم ان انت تحذر من تلاعب في الارقام، حذر من اتهامات. الفترة اللي جاية دي انت بتتميز ببعض النشاطات اللي هتأديك للنجاح الأكيد إن شاء الله، بس أهم شيء إن انت تأديها بهدوء وسرية تامة، لأن في بعض الأشخاص اللي في حياتك بيواجهوك بمضايقات. فحاول إنك تجتاز الفترة دي أو المرحلة دي بسلام تام، لأن من خلالها انت هتعيد هيكلة برنامج حياتك بالكامل، أو برنامج مالي انت بتقدم عليه بثقة وهدوء. انت محتاج بجد الهدوء، محتاج انك تستريح علشان تقابل اللي جاي بروح إيجابية. شايفة ان انت عندك تطوير، هيكون تطوير مميز كتير. في عندك كمان انك هتكون بتشتغل بصدر رحب وانشراح، فهتتحسن امورك بسرعة، وهتحصل على نتائج جميلة جدا، وهتحقق ارباح ومكاسب على كل الاصعدة. عايزة اقولك كمان ان كان في بعض الاشخاص بيحاولوا عرقلتك، فانت دلوقتي ما عادش عندك اهتمام بكل دول، او باي شخص بيحاول ان هو يخليك انك تتراجع. كل اهتماماتك دلوقتي الاستقرار وشؤونك المنزلية والعائلية، وإنك تلحق كمان بعض الاستثمار في أموالك أو في مشاريعك. في عندك حصول على مبلغ من المال أنت تستحقه بجد. شايفة إن أنت دلوقتي ممكن تكون في عندك قضية قانونية أو قضية في المحكمة لمعالجة أزمة مالية أنت عانيت منها في الماضي. إن شاء الله أنت عندك انتصار في القضية دي. ممكن يكون عندك سفر، أو في باب جديد هيفتح ليك. انت محتاج استشارة بعض المعينين، او ان انت تبحث في امور طارئة وجدية. شايفة ان انت دلوقتي بدأت في كل خطواتك ومساعيك واصفارك صح، فهتسمع معلومات جيدة هتخدم مصالحك وهتخدمك وهتفاجئك كمان. عليك بس بالتأني، وان انت تعيد النظر تاني في حياتك،
أو تعيد النظر في قراراتك علشان ما تقعش في أخطاء انت تلام عليها. عايزة أقولك إن انت جايلك فرصة جميلة جدا، ده لو كنت بتبحث عن لقاء أو عن عمل، ففي تجديد في حياتك، في حب، في كمان حدث بيخدمك كتير، وهتقابل الشخص اللي انت بتحبه ومن النظرة الأولى هتحب الشخص ده كتير. الفترة اللي جاية دي انت هتقضي ان شاء الله أوقات جميلة وطيبة برفقة شخص، وهتحس معاه بالأمان، وهيكون في انك هتعالج بعض المشاكل السابقة، وهيرتاح بالك خلاص. عايزة أقولك إن الفترة اللي جاية دي هيخف الارتباك، وهيكون في عندك مشاريع، فكرة، وهتحصل كمان على معلومات هتهمك كتير. ده غير إن انت هتواجه تغيرات شديدة جدا في حياتك الشخصية. عايزة أقولك إن انت عندك مشاعر واهتمام بالطرف الآخر، ومع إن انت بحاجة لده. عايزة أقولك كمان إن انت عندك حنان وبتدخل للقلب مباشر. مطلوب منك بس إن انت يكون فيه تفاهمات جيدة علشان تخدم مصالحك. عندك نجاح هيحصل معاك الفترة اللي جاية دي إن شاء الله، ممكن يكون نجاح دراسي، نجاح مهني، أو ممكن يكون كمان نجاح مشروع مهم جدا انت بدأت فيه خلاص، وهتقدر ان انت تتخلص من خلافات شديدة انت كنت معرض ليها الفترة اللي فاتت، أو ممكن تكون مواجهات في حياتك المهنية. هتوصل كمان لكل شيء وكل اقتراحات انت شايفها صح وشايفها واقعية أكتر. عايزة أقولك حاول ان انت تعالج كل مسألة كانت بتخليك انك متضايق الفترة اللي فاتت، أو كانت بتخليك ان انت تتراجع. أما بقى سر النجاح هو في السرية التامة، في تحقيق آمال عندك، وهتبقى سعيد بخبر، وهتقدر توصل لتفاهم. ده غير ان انت هتسترجع حق، وهتحصل كمان على أموال حلوة كتير. الفترة اللي جاية هتكون فترة مناسبة جدا إن شاء الله ليك، لأنها تخدمك في كل شيء، وبتحمل ليك أخبار جيدة ممكن تكون متعلقة باستثمار، عملية بيع، شراء، في تعزيز كمان في كل شيء في حياتك. أهم شيء الاستغفار الكتير والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بحبكم كتير جدا، وبتمنى لكم كل الخير والفرح والسعادة على قلوبكم يا رب.